جاهز من كلام مختلف من منظور جديد. ان شاء الله. بس انا عندي مشكله مع الإيجابية السامه، الايجابيه الملزقه، اللي هو في مديرين شايفين اي حاجه بتحصل طالما انه الشركه عملتها هو ده الصح، وبيحاول يبرر تبريرات يعني بتبقى باينه قوي للتيم، وعلى فكره بيفقد مصداقيته، وبتخلي بيئه العمل دي ما تبقاش احسن بيئه. يعني انا النهارده بتكلم على المديرين اللي هو فعلا شايف ان كل حاجه حلوه. طيب برجع بقول لك، وبديش انه I want to share معك انه تجربة شخصية، انه انا يعني شفتها وجربتها و I strongly believe انه شغلة انا بعملها صح، لانه التيم بيتجاوب معي بطريقة صح. اوكي، اول شغلة انه ايام في قصص بكون انا ماني موافق عليها، اوكي، بس انا عارف انه في يغيرها، فبيجي بخبر التيم انه هذا الشيء عم بيصير، انا ماني موافق عليه وبعرف انه زعجكم وانا معكم، وراح جرب غير شو ما في يغير. اوكي، وبس اعمل كل الافورتس تبعيتي وبيجي بقول لهم مثل ما خبرتكم، هل قدرت اغير او غيرت كل شيء او غيرت بورشن او anything like that. مم. هي واحد. اثنين، في ايام اشي انت you cannot control. انا كمدير بالنهاية انا مدير بشركة، اوكي، والشركة هيك بدها تعمل، عجبني مش عجبني هن مش فارقاني معهم. اوكي، سو بيجي انا بقول للتيم هذا الشيء رح يصير، ولانه الشركة هيك بدها، وانا ما ببين انه انا ضد الشركة. غلط انه انا باين ضد الشركة، انا باين انه انا مع الشركة لانه الشركة هيك بدها، والشركة هيك بدها لانه بدنا نعمل الاوبجكتيفز هني 1 2 3. مم. خلص. كخلاصة اهم شيء انا بهيك مواقف كون انا عم بحكي بالقصص اللي انا قادر اعمل عليها كنترول. القصص اللي انا مش قادر اعمل عليها كنترول ما بتدخل فيها، بس بكون واضح وصريح، وانا I should embrace القرار تبع الشركة، لانه انا هاي الشركة موظفتني مؤتمن علي تو embrace هذه القرارات، وبحاول بطريقة إيجابية وصل المسج للتيم تبعي إنه هذا القرار الشركة أخدته لأنه بدنا نحقق الأهداف 1 2 3، وهو هيك رح يصير. أوكي، فأنا بالعكس I embrace I share it in a positive way و I make sure إنه everybody understands that. القصص اللي فيها أعمل لها كنترول ساعتها بوعد وقد ما أنا في أعمل، وبعد ما توصل الريزلتس اللي أنا وعدت إنه أعملها I share it، إنه انا توصلها للتيم. وعدتكم بواحد اتنين تلاتة وقدرنا نعمل 1 2 3 وتفضلوا، هذا هو الريزلت. فهذه شغله كتير مهمه تتخلي الترانسبيرنسي والثقه بينك وبين التيم في تبعك. شفافيه ما بين المدير وما بين 100%. الموظفين في الاداره. النهارده لو انا يعني تيم ليدر على او مدير او قيادي على مثلا 10، وعندي 2 أو 3 شاطرين قوي مم. بس عندهم مشكله في الاتيتيود او في السلوكيات او في الانضباط جوه منظومه العمل ديت، اولا بنتعامل معاهم ازاي؟ ولو قررنا ان احنا نختار حاجه واحده بس ما بين شطارتهم في البيزنس ويكملوا مع عدم الانضباط والالتزام، ولا نخليهم علشان خاطر البيزنس يمشي؟ والله هلا يعني اذا بدك اعطيك الجواب دغري من الاخر، امم بين بين اذا بدك الريزلتس الاداء والسلوك، انا بنقي السلوك. انت بتناقش السلوك انا بنقي السلوك. والشركه. الشركه اللي ما عندها بعد نظر بتنقي الاداء. طب لو الشركه قالت خليه وهنتعامل معاه هلا وانت شارب اوكي، انا يعني انا انت مدير كبير لازم تتعامل مع الراجل ده. اكيد، وانا قلت لك مشان هيك عم بقول لك جاوبك من الاخر. بس اذا بنرجع للاساسيات، اوكي، البرفورمانس او الاداء هو كناية عن شغلتين. هو كناية عن النتائج اللي انت عم تجيبها، وبذات الوقت السلوك اللي انت الطريقة اللي انت بتتصرف فيها وبتشتغل فيها، وقد ايه انت بروفيشنال، وقد ايه انت مهذب بالتعاطي مع زملائك ومع مديرك ومع الزبونات تبعك الكاستمرز. فهي مزيج من هدول القصص. اليوم انا واجباتي كليدر افهم شو عم بيصير معه هذا الشخص اذا هو عم بيكون عنده سلوك سيء، وحاول ساعد هذا الشخص بسلوكه السيء تنحسن السلوك، لانه بالنهاية كلنا بنغلط. بس بجرب ساعده مرة وبجرب ساعده مرتين، ويمكن تكون الحق علي، يمكن انا اكون مقصر بناحية معينة من طريقة الليدرشيب تبعي اللي عم بتخلي هذا الشخص يتصرف بطريقة مش منيحة.
او هيك غروره. ويمكن هو شايف غروري انه انا عملك. هو شايف ان انا شاطر وممكن اجي كل يوم متاخر مش الصبح. مش مشان هيك الطريقة الصح الواحد يتعامل معها انه اكيد بحكي مع الشخص اللي عم who's exhibiting هذا البيهيفير مرة واثنين، وبحاول اكتشف ليش، وبنحاول نشتغل مع بعض تنساعده يطلع من هالبيهيفير هيدا او هالسلوك. بس بالاخر اذا الشخص هو ما بده يساعد حاله، انا ما بقى عندي مشكلة. طب اقول يعني لك على حاجه، انت شايف انك انت عايز تساعده، هو شايف انك انت عايز تضغط عليه. انا بالنهاية شو بهمني؟ هو بيقول لك انت بالنهايه انت عايز مني ايه؟ كي بي ايز. انا عامل اللي انا عليا. الشركة شو بدها من المدير؟ ليش جابت المدير؟ جابت المدير تا يشتغل مع هالتيم تا مع بعض يطلعوا النتائج اللي هن بدهم اياها والاهداف اللي هن بدهم اياها، صح؟ اليوم اذا في عالم عم تحقق الاهداف بس عم تحقق الاهداف بطريقة غلط، هالاهداف او هالتحقيق ما راح يضل موجود. مم. يعني اليوم عم نطلع لازم، مشان هيك انا قلت لك كمان الشركة بده يكون عندها شوية بعد نظر، والمدير لازم يكون عنده بعد نظر. ليش؟ لانه هالسلوك المش منيح كمان بيأثر على الزملاء تبعهم. يعني اذا انا مش حق مكتسب اذا انا شاطر، او اذا انا عم بقدر اجيب النتائج اللي الشركه بدها اياها مني، انه انا اتصرف بطريقه غلط. لا. بعدين كل الشرك، وكانت شركه صغيره وكان شركه كبيره ونحن بنشتغل مع شركه كتير، عندهم مثل كود اوف كوندكت، يعني او شو هن السلوك، طرق السلوك الحسنه. مهم. اوكي. مفروض نحن كلنا نكون متفقين، انت بس تمضي الكونتراكت انك انت بدك تلتزم. تشتغل على تلتزم بهدول القوانين. ما فيك بس لانك انت شاطر تعمل اللي بدك اياه، دي في بالنهاية الشركات انت الكبيره، ممثل الشركة. ده في الشركات الكبيره. الشركات الصغيره ما عندهمش حته الكود اوف طيب كوندكت. بس حتى لو ما عندهم في شيء كومن سنس، يعني انت اليوم بتمثل، انت صورة الشركة قدام الكاستمرز، صح؟ انت بتقبل اذا انت كنت صاحب شركة يكون عندك حدا بيمثل شركتك بطريقة غير لائقة؟ لا لا. طبعا. ما هو هاي الفكرة. يلي انت يعني يلي عادة بيعمل سلوك مش منيح بقلب الشركة بيعمل هذا نفس السلوك برا، هو وحتى بيتاخر لو عم بس. بيحاول ده هو انه بيتاخر. يخبيه. هو ما بيعملش حاجه وحشه، ده هو يا دوبك بيتاخر في الشركه. بدل انت بتقول له تعالى دوامك الساعه 9 الصبح، بيجي لك الساعه 10 10 ونص. طيب. ع- على فكره الموظف برضو بيبقى ذكي. طب انت عايزني اجي الساعه 9، حاضر، بس همشي الساعه 5. طيب. مهم. مش مهم هول التفاصيل صغيرة، انا برأيي هول تفاصيل صغيرة، بس بالنهاية اذا هدول التفاصيل هن ريليتد للسلوك ولقوانين الشركة، هيدي الساعة كل يوم، هيدي الساعة كل يوم يمكن عم بتأخر. هو ما عم بتأخره عن شغله لأنه عم بيعمل شغله، بس رح يكون هو مثال للعالم اللي التانية يلي موجودة بالتيم أو موجودة بالشركة يلي عم بتشوف هو شو عم بيعمل. وأنا إذا ما أخذت أكشن معه، هني رح يبلشوا يعملوا مثله. صح. بس وهالساعة رح تأثر عليهم، رح تأثر على الأداء تبعهم. يعني انت مش مشان الهدف هيك انك انت أنا تقول له اعمل انت الصح عشان هو انت عايزه يعمل الصح، علشان انت مش عايز الاتيتيود ده او الحاجه الوحشه اللي بتحصل دي ان هو يعدي بقيه مش الزمايل. بس، إذا هي بس قصة إنه عم بيجي على الوقت، الحديث هين. مم. بس في ايام تكون السلوك قصص تانية. يعني انا كنت عم بحكي عامة بما انك انت هلا حددت، اذا هي قصة بس شيء انه اوكي ما بيجي الشخص على الوقت، ايه بحكي معه بهالطريقة انه لازم تجي على الوقت لانه هذا قانون الشركة، ولازم تجي على وما في اذا انت يعني عم تجيب ارقامك يعني انت لك حق. لا، بدك تجي هذا الدوام. مم. ولازم انا اكون كونسيستنت مع الكل، ولازم طبق القوانين كلها مع الكل. حلو. اوكي. في الطريقة اللي بتحكي فيها مع الشخص هي اللي بتفرق. فيك تحكي معه بطريقة انه تجي توب داون ابروتش، وهي الطريقة ما رح تمشي، وفي الطريقة دي اكتر يلي طريقه. دي اكتر طريقه. يعني احنا اشتغلنا مع مدير، انا طبعا عجبني الستايل بتاع الانتليجنت ليدرشيب والستايل بتاعك في المانجمنت، بس ده في المدينه الفاضله. انما رياليتي وفي في الشركات اللي هي مش كبيره، لا، المدير من حقه ان هو يعمل اي حاجه في الموظف. والناس بتشتكي، الناس تعبانه من سوء الاداره. ونحن مشان هيك نحن مشان هيك خلقنا ليت، لان نحن بدنا نساعد هدول الشركة اه، يعني كبيرة او شركتك ليها صغيرة. هدف. نحن الهدف تبعنا والمشن تبعنا هي نحن نساعد هالشرك وهالليدرز كيف يكونوا قياديين حقيقيين، مش بس انه هن مدراء لانه شركتهم عينتهم، هن صار عندهم كل شيء حق مكتسب. لا، لانه بالنهاية نحن مؤتمنين نجيب الريزلتس اللي الشركة بدها اياها، بس لازم نحن كمان نكون عم نجيب الريزلتس بالطريقة الصح، وبالطريقة يلي هي بتخلي يكون عندنا sustainability لبعدين. كل شيء عم نعمله هلأ مش بس يعطينا النتائج اللي بدنا اياها اليوم، بس يكون عم يعطينا النتائج اللي بدنا اياها بعدين. واذا انا اليوم بدي طلع مدراء من التيم تبعي، كيف بخليهم يطلعوا؟
ما هي هيدي المدير هو بيحط يعني في كلتشر بالشركه تنقول، ويمكن في شركه صغيره ما في عندهم كلتشر كود. المدير هو اللي بيخلق الكلتشر كود. اذا انت اليوم بدك تخلق هيدي الكلتشر بالتيم تبعك واللي هن رح يجوا من بعدك وكبر التيم وبدهم يتصرفوا بنفس الطريقه، المشكله رح تتفاقم. بينما اذا كل هدول العالم عملوا القصص الصح اللي لازم يعملوها، وانت يو جايدد ذم، وصاروا هن مدراء وبيتذكروا كيف انت كنت تتعامل معهم، هن كيف لازم يتعاملوا مع هذاك. بالعكس هذه الشغله بتكبر وتعطيها هذه السنو بول ايفكت. يعني كل ما كبر هالاشخاص اخذت الليدرشيب رولز وكبرت بالشركه، كل ما انا عم بعمل هيدي الكالتشر وعم بوزعها على الشركه. تأثير كرة التلج بقى اللي هي ايه ليها 100%. السايد افكت. طيب خليني اسالك سؤال بقى، وده ليك انت. هل المديرين بيعملوا حساب للموظفين؟ يعني انت ممكن تبقى خايف من موظف عندك او عامل له حساب؟ حسب المدير. مم. المدير اللي واثق من نفسه لا. مش غرور برضو؟ لا مش غرور. في فرق، هو في ثين لاين بين الغرور والكونفيدنس. المدير اللي واثق من نفسه لا. ليه؟ لانه بالنهاية المدير اللي واثق من نفسه بده يجيب عالم قوية معه بالتيم، بده يكون معه عالم قوية بالتيم. وانا هيدي حدا شخص كمان ماي منتور قال لي اياها من زمان: انت you are as strong as your team. يعني انت قوي قوتك قد قوة التيم تبعك. طول ما الفريق بتاعك قوي انت قوي، انت وبقيسك قوي. بنفس المقياس ده. فمشان هيك هذه شغله مهمه. في عالم بتخاف، في مدراء بتخاف، بتقول لك انا لا، اذا جبت عالم قوية هني رح يبينوا انا رح ياخذوا محلي او حال شيء. لا بالعكس. اذا انا وشفتها بكتير محلات، شفتها بالشركه اللي بشتغل فيها وشفتها بشرك كمان يعني من العالم اللي نحن بنشتغل معهم، انه في كتير تيمز بتشوف يلي خاصه عندهم اللي بنسميه الهاي بيرفورمانس كلتشر، يعني انه الاداء العالي. عالي. اوكي. بتلاقي انه كلهم عم بيشتغلوا as one unit، وكلهم بتعرف المدير كيف عم بيوجههم، كيف عم بيستفيد من خبراتهم، كيف عم بيستفيد من التالنتس تبعهم. وهيدي شغله كتير مهمه. وبتلاقي كمان في شرك انه خلص هالتيم بتحسه مقموع. ليش؟ لانه مديرهم ما بدهم اياهم يبينوا. اه وانا قلت لك اياها قبل بمره: المدير الشاطر اهم بده يعمل ساكريفايس، بده يعمل تضحيه. تضحيات. التضحيه هي دائما انه وقت التيم تبعه بيعمل شغله منيحه بده يقول يعطي الكريدت للتيم. اه ووقت التيم تبعه بغلط هو بده يكون المسؤول. بص انا هقول لك على حاجه، يعني من كل 10 مديرين ممكن يكون كلامك بينطبق على مدير واحد ان هو بيعمل كده. ممكن. هي قليله بس. وممكن. طب اسالك سؤال تاني، هل مره وبتفرق، انتبه، بتفرق من كلتشر لكلتشر. يعني بتفرق مثلا من بلد لبلد والكلتشر تبع البلد. صح. وما فيها تكون نفس الشيء هون ومطرح تاني ما ومطرح احنا تاني. اتفقنا مفيش كتالوج احنا بنقول في خريطه عامه وليها مفاتيح عامه بنرسمها مع صح. بعض، ولكن ما ينفعش ناخد الموضوع كوبي اند بيست، يعني قص ولزق لكل الشخصيات وكل المديرين في كل الحته. خليني اقول لك على حاجه بقى برضو بتضايق شويه وموجوده في الكالتشر بتاعه الشركات اللي بنشتغل فيها عامه، وما تقوليش لا عشان هي موجوده. النهارده انت بتشتغل مع تيم، واحد من التيم اللي بيشتغلوا معاك ابوه او خاله او عمه او والدته من التوب مانجمنت، او ليه تاثير بشكل مباشر او غير مباشر في الشركه اللي بتشتغل فيها. اولا بتتعامل معاه ازاي؟ وبتبقى خايف منه ولا عامل له حساب اكتر؟